لمدرسة ميت الرخا رقم 1 مختلف اليوم. اليوم أسرة الدراسات الاجتماعية هتقدم لكم كلمة تاريخية عن المبادرات التي تقوم بها دولتنا الحبيبة مصر، وهي مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان. الراعي الرسمي لهذه المبادرة رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بطنطا بتبني هذه الفكرة. يبقى الفكرة الرئيسية لمبادرة حياة جديدة لإنسان جديد هي عمل إنسان يدعو إلى الأفكار البناءة غير الهدامة. أعزائي الطلبة والطالبات، المبادرة ديت هتسمع عنها في وسائل الإعلام جديدة، اللي هي مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان. الهدف الرئيسي منها عمل طالب أو طالبة تدعو إلى الأفكار البناءة والأفكار الجميلة البناءة غير الهدامة اللي هي ادعاء العنف. طيب، المبادرة ديت لها عدة جوانب أعزائي الطلبة والطالبات. أول حاجة جانب الصحة، التعليم، الرياضة، الفن، الثقافة. قامت دولتنا مصر الحبيبة بالصحة، عمل مبادرة حياة كريمة، وعمل العديد من المستشفيات لعلاج المرضى بالمجان. يبقى المبادرة هي تكاتف قوى الشعب، قوى المدنية مع قوى الجيش والشرطة لبناء إنسان جديد. يبقى في مجال الصحة أعزائي الطلبة والطالبات، قامت دولتنا بعمل مستشفيات وعلاج مجاني، ومنها لعلاج فيروس سي وغيرها من الأمراض المستعصية. تيجي تاني على مجال التعليم، قامت دولتنا مصر الحبيبة بعمل العديد من الكليات والمدارس لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب وتعليمهم. يبقى كده خدنا مبادرة مجال الصحة اللي هي عمل مستشفيات، التعليم عمل مدارس جديدة لاستيعاب جميع الطلاب وعدم التسرب التعليمي. في جانب الفن اللي هي رعاية الموهوبين من كافة الطلاب، سواء رعاية الطلاب رياضيا، أدبيا، فنيا. أدبيا في طلاب عندهم موهبة الشعر وإلقاء الشعر، قامت الدولة بتبني هذه الأفكار، يبقى رعاية الطالب تعليميا. يبقى كده خدنا مجال الصحة والتعليم. نيجي بقى مجال الرياضة. طبعا الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، وبهذا قامت الدولة برعاية الأطفال ذوي اللي هم عندهم مهارات خاصة في مجال الرياضة. يبقى كده أعزائي الطلبة والطالبات، المبادرة هي بداية لتنمية الإنسان، والدستور المصري راعي حقوق الطفل، والمشروعات القومية سواء كانت ثقافية ورياضية أو صحة وتعليم. يبقى إذن الفكرة من مبادرة حياة جديدة لتنمية الإنسان بناء إنسان واعي مثقف يدعو إلى الأفكار البناءة غير الهدامة. أعزائي الطلبة والطالبات، واتكلمنا في مجال الصحة والتعليم والفن والرياضة. قامت الدولة أيضا بعمل مبادرات للأندية الرياضية ورعاية الموهوبين ليصلوا إلى أعلى المناصب. يبقى كده دولتنا عملت مبادرة جديدة لبداية تنمية الإنسان. المبادرة دي مهمة جدا، ويجب أعزائي الطلبة والطالبات تتكاتف قوى الشعب مع الجيش والشرطة في إتمام هذه المبادرة. والمبادرة دي مستمرة، بدأت في عام 2016 مستمرة إلى عام 2030. يبقى أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام كلماتنا، مبادراتنا هي بناء حياة جديدة لتنمية الإنسان في كافة المجالات. وحفظ الله مصرنا الحبيبة بكل خير ورقي، وتحية خاصة لحضراتكم. شكرا لحضراتكم.